بعد ماتش عظمة من الهجوم وكارثة من الدفاع، الزمالك بيرجع من نيجيريا بنقطة غير مرضية في مشوار الكونفدرالية. عد بنا أيها التاريخ لنستعيد ذلك الكبرياء. عد بنا أيها التاريخ فنحن الزمالك فرسانك يا أفريقيا. نتيجة ملهاش أي علاقة بالماتش، تعادل مش مرضي أبدا بعد ما كنت انت اللي كسبان 2-0. ولو هنقسم الفريق فعلى المستوى الهجومي الزمالك عمل ماتش ما شفناش زيه بره الأرض بقالنا كتير، ونجح في انه يسجل جون واتنين والدنيا كانت ماشية عظمة. لكن على المستوى الدفاعي فريقنا كان أسوأ ما يمكن، وضيع مجهود الفريق من أول عواد اللي قرر بمنتهى الغباء يسيب جونه ويخرج بدون أي مبرر، لحسام والزناري اللي بيتمشوا جنب المهاجم، ودونجا اللي مركز في شعره وسايب نص الملعب ليهم، لا عارف يقطع ولا يضغط ولا يسلم ولا يستلم، هوا في الملعب. والزناري اللي لقى الكرة خارجة بره قام حاطط رجله فيها وحولها في الجول. كارثة ما بعدها كارثة الدفاع النهارده، وحرفيا ضيعوا مجهود جوميز ولاعيبته على المستوى الهجومي، وضيعوا علينا نقطتين سهلين كانوا ريحونا في مشوار المجموعات من بدري قبل ماتشين من أرخم ما يمكن قصاد المصري والاتنين على برج العرب. بدأنا النهارده بعواد، حسام والزناري في القلب، بنتايج شمال والأول مرة أحمد محمود يمين، دونجا وفتوح، قصادهم عبد الله، زيزو وعمر فرج والجزيري. تشكيل في شوية لعب من جوميز، عندك فتوح لأول مرة نص ملعب صريح وبينزل يستلم من قلبين الدفاع، بنتايج طاير هو واحمد محمود وفاتحين عرض الملعب، عمر فرج مهاجم تاني وبيميل لناحية الشمال كوينج. لكن للأسف كل التغيير ده أثر على الزمالك، عندك فتوح لما بقى 8 صريح اتمسك وما قدرش يخرجنا بالكورة، لأن ميزته لما بيبقى باك وبيزيد في النص مش إنه يلعبها صريح، زق عبد الله لقدام حرمنا منه ومن بصمته بالخروج بالكورة. المحصلة إن الزمالك ما كانش كويس، وجوميز قرا ده بسرعة وقام مغير من جوه الملعب، رجع فتوح مكانه ورجع عبد الله جنب دونجا، زق بنتايج جناح شمال قدام فتوح، عمر فرج تحت الجزيري، علشان بعدها بدقايق كرة طويلة من فتوح لبنتايج اللي قاطع في القلب عظمة يريحها بالركبة، والجزيري من مرة واحدة وخد الأول للزمالك. تحرك عظمة وقطع في العمق ما يعرفش عنه الفلاح أي حاجة، ده غير التريحة للجزيري. من الآخر كده شغل لعيبة كبار. بيكمل الزمالك، الجزيري بينزل يستلم ويلعبها رايقة لأحمد محمود اللي بيعملها عرضية أروق من مرة واحدة، بيتحرك لها بنتايج في ال18 ويسحب معاه المدافعين، بتعدي بيلاقيها عمر فرج ويسجل التاني للزمالك والأول ليه معانا ولعله خير إن شاء الله. يخلص الشوط بقى على كده؟ لا إزاي؟ والإثارة تروح فين؟ كرة طويلة بين حسام والزناري بيخرج لها عواد بدون أي مبرر، الزناري بيحسس على المهاجم فبيلعبها من فوق عواد وهدف أول لإنيمبا. طب ليه؟ ما الشوط بيخلص خلاص وكسبانين 2 والدنيا حلوة، ايه سبب الخروج من عواد؟ معرفش. الزناري وحسام سايبين المهاجم صارح وسطيهم ليه؟ معرفش. جون مالوش اي لازمة غير انه عكنن علينا في نهاية الشوط. بدأنا الشوط التاني بتغيير بنتايج ونزول مشلاك بسبب الإصابة اللي كمل عليها من الشوط الأول، وكده كده طول ما الفلاح بره أنا تمام. نزل الزمالك ماسك كورة وفاول، بيلعبوا عبد الله لاعب انيمبا كان هيجيبه في نفسه لكن بتعدي جنب العارضه، علشان بعدها لاعب انيمبا ماشي، كونراد خايف على شعره، الواد بيشوط تخبط في الزناري وهدف التعادل. هي كده صح؟ مش اديت ليهم جون في اخر الشوط وحسستهم انهم ممكن يرجعوا؟ البس بقى وخد كمان كرة طويله تحصل دربكه مره واتنين وياخدوها هم برضه، لان دونجا مش هنا لا بيقطع ولا بيسلم ولا بيستلم، لكن الحمد لله عامل قصه شعر جديده جامده فشخ. جوميز بيغير تاني ويطلع الجزيري والزناري وينزل شلبي والونش، ومن هنا بتقرر اللعيبه انها تلعب ونبتدي مع بعض نعد الفرص الضايعه. ركنيه بتنزل لحسام بيحطها بره وهو لوحده والجون فاضي، شلبي وعرضيه لعبد الله بيشوط والمدافع يطلع تترد لزيزو اللي عايز يركن، لكن الحارس كمان بيطلع، بيخرج بعدها عمر فرج وبينزل حسام اشرف، كوره بتتحضر لدونجا بيشوطها فوق الجون، وكام هجمه كمان ملهاش لازمه ان احنا نجيبهم، وانهي يا عم الماتش على كده. كلمتين كمان كده على الماشي، النتيجة كنتيجة بره الأرض مش وحشة، لكن سيناريو الماتش هو اللي خلاها نتيجة محدش راضي عنها. أما اللعيبة فعواد
صعب عليه الزمالك يطلع كسبان 2-0 الشوط الاول، وبسببه الماتش راح لسكة تانية خالص. دونجا عامل ضفيرة وبيتمشى في الملعب. زيزو من أسوأ ماتشاته من ساعة ما جه، ولو هتفضل ماشية كده مش هيبقى حلو ليك ولا لينا يا زيزو. أحمد محمود كان كويس وراجل وصنع الجون التاني ويجي منه مع الوقت. بنتايج أفضل لاعب في الزمالك النهاردة، لاعب كبير قوي يا جدعان، وتفعيل عقده لازم يحصل في أسرع وقت. جوميز الناس هتقولك التغييرات ما كانتش أفضل حاجة الشوط التاني، وهفضل أنا كمان أسأل هي فين التغييرات دي أصلا؟ أخيرا يناير بيقرب، والفرقة مع الوقت مشاكلها هتبان أكتر وأكتر، ورهنا على نفس اللعيبة على أمل إن النتيجة تتغير غباء. وهقولها تاني، وقعنا هيكون مسألة وقت مش أكتر.